يا أصحابي يا حلوين، إزيكم؟ النهاردة هحكي لكم عن ليلى الصغيرة اللي اتعلمت ليه الصدق مهم جدا. في يوم ليلى كسرت فازة في الصالون من غير ما تقصد. خافت جدا إن ماما تزعل وراحت استخبت في أوضتها. لما ماما رجعت وشافت الفازة مكسورة سألت: مين اللي عمل كده؟ ليلى فضلت ساكتة وبعدين قالت: أنا معرفش. ماما حزنت وقالت: الصدق أهم حاجة. اللي يقول الحقيقة مش هيتعاقب، بس اللي يكذب ممكن يتعلم عادة وحشة. ليلى حست بالذنب وراحت لماما وقالت: ماما، أنا اللي كسرت الفازة بالغلط، آسفة إني ما قلتش الحقيقة. ماما حضنتها وقالت: يا ليلى، شكرا إنك قلتي الصدق، أنا فخورة بيكي. ليلى اتعلمت إن الشجاعة مش بس لما نواجه الخوف، لكن كمان لما نقول الحقيقة حتى لو هنخاف. يا أصحابي، لازم دايما نقول الصدق، لأن الصدق بيخلينا شجعان ومحبوبين. لو عجبتكم القصة يا أصحابي، اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل القصص الجديدة. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم.